الحمد لله الحمد لله القديم فلا يقال مني كان، العظيم فلا يحويه مكان، أنشأ آدم عليه السلام ورفع إدريس إلى أعالي الجنان، ونجى نوحا وأهلك كنعان، ونجى الخليل إبراهيم من النيران، ونجى يوسف من الفاحشة حين البرهان. أحمده حمدا يملأ الميزان، وأصلي وأسلم على محمد الذي فاق دينه الأديان، وعلى أبا بكر أول من جمع القرآن، وعلى عمر الذي كان يخاف منه الشيطان، وعلى زوج الاثنتين عثمان، وعلى علي سيد العلماء والشجعان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نحن نصلي كل يوم لله عز وجل، فهل خشعنا لله عز وجل ولو بسجدة واحدة؟ فهل خشعنا لله عز وجل في صلاتنا؟ لهذا سيكون لقائي مع حضراتكم بعنوان: لماذا لا نخشع في صلاتنا؟ وسوف أتحدث في هذا الموضوع في العناصر الآتية: أولا، الخشوع في اللغة والاصطلاح. ثانيا، ما هي أسباب عدم الخشوع؟ وثالثا، ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أحبتي في الله، الخشوع خشع يخشع من مادة خشع التي تدل على معنى الخشوع لله عز وجل. أما في الاصطلاح فهو قيام القلوب
لعلام الغيوب. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يحسن وضوءه لله عز وجل ويصلي لله فيحسن ركوعها وخشوعها فهي مكفرة للذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وقال سهل التدري رحمه الله كلام غالي والله: من خشع قلبه لم يقربه الشيطان. هؤلاء الذين يشتكون من الأمراض النفسية من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. ويقول حذيفة بن اليمان: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع في هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيهم خاشعا. صدقت يا رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالخشوع مخفف للصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي مشقة الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. فهل صلينا لله عز وجل ونحن خاشعين لله؟ وهذا أبو عالية بن رحمن ذات يوم أصابه ألم شديد في القدم واشتد عليه الألم ساعات وساعات، فأتوا إليه بطبيب فقال له الطبيب إنه مصاب بمرض الأكلة. وما هو مرض الأكلة؟ هو مرض يأكل في العظم ثم ينتقل إلى باقي أعضاء الإنسان. فقال الطبيب لهذا الصحابي الجليل: لا بد من قطع صار. يا الله، لا بد من قطع صار. فوافق هذا الصحابي الجليل وأتى هذا الطبيب بمباضعه لشق اللحم وبمناشره لنشف العظم. فقال الطبيب: هل أعطيك مخدرا حتى لا تشعر بآلام الشق وآلام القطع؟ فقال هذا الصحابي الجليل: سأدلك على خير إنسان. قال: ائتي إلي بقارئ يتقي كتاب الله عز وجل. هات لي قارئ يقرأ كتاب الله عز وجل واجعله يقرأ علي ما تيسر من كتاب الله. فإذا رأيتموني قد احمر وجهي واتسعت حلقتي وثبت نظري إلى السماء
شديد احمر وجهه واتسعت حلقتاه وثبت نظره إلى السماء، فقام الطبيب بقطع رجله. فلما انتهى الطبيب تعجب هذا الطبيب، قال له: أما أنك لو تشعر بآلام القطع؟ يا الله. فقال: كنت مشغولا بحب ذات الله عز وجل، ومشغولا بتلاوة القرآن، مشغولا بسماع القرآن، كان خاشعا لله عز وجل وهو في مرض. وأين نحن من ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي الأسباب؟ ما هي أسباب عدم الخشوع في الصلاة؟ اتفق العلماء أن هناك سببان رئيسيان لعدم الخشوع في الصلاة. أولهما البعد عن أكل الحلال، والسبب الثاني التحدث في الغيبة والنميمة والبهتان والتحدث في الكذوب. البعد عن أكل الحلال، فإذا أكل الإنسان من حرام ولو لقمة واحدة ما هي النتيجة؟ فقد أصدر القلب، نتيجة إصدام في القلب. وإذا أصدم القلب ما هي النتيجة؟ سخط من الرب. وإذا سخط الرب فكيف سيتلذذ بمناجاة الله عز وجل؟ السلف الصالح خشعوا لله عز وجل. لماذا كان السلف الصالح خاشعين لله عز وجل؟ هل لأنهم تغذوا بالحرام؟ هل لأنهم كانوا يجلسون على المقاهي؟ خشع السلف الصالح لأنهم تغذوا من حلال وتحروا المطعم الحلال وابتعدوا عن الحرام. فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا الطيب. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فعلينا أن نتحرى المطعم الحلال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس النار، اسمع لهذا الحديث، أكثر ما يدخل الناس النار هذان الأجوفان، أي الفرج، أي الفم والفرج، الفم والفرج. يا الله. فإذا لقمت هذا الفم لقمة من حرام ما هي النتيجة؟ سيذهب هذا الفرج طالبا للفاحشة. أما إذا لقمت هذا الفم لقمة من حلال ما هي النتيجة؟ فقد طهر فمك وطهر قلبك، وسوف تكون الصلاة قرة عين لك، وسوف تتلذذ بمناجاة الله عز وجل. فلا بد أن تعلم يقينا يا عبد الله أن المال الحرام غير ده، وأن المال الحرام
أنفقت عن هذا المال الحرام حتى ولو كان جنيها واحدا، والله إن الله عز وجل سيكافئك في الدنيا أضعافا مضاعفة، وسوف يكافئك في الآخرة. صلى الأول على حبيبك محمد. وهذا الصحابي الجليل، اسمع القصة دي، اسمه ثابت بن قيس. ذات يوم كان ماشيا بجوار بستان التفاح، فسقطت من هذا البستان تفاحة، فأخذ هذا الصحابي الجليل هذه التفاحة وأكل نصفها. أخذ هذا الصحابي الجليل هذه التفاحة وأكل نصفها، فتذكر هذا الصحابي الجليل أن هذه التفاحة ليست الحق، فذهب إلى البستان. هذا الصحابي الجليل إنه يفكر في الآخرة ويفكر في الدنيا، فالعقاب في الدنيا وفي الآخرة. هذا الصحابي الجليل ذهب إلى البستان فوجد رجلا فقال له سامحني في النصف الذي أكلت، في نصف التفاح. يا الله، صحابي جليل أكل نصف تفاح، فذهب إلى صاحب البستان لكي يسامحه في نصف التفاح الذي أكل. بالله عليك لو أنت مكانه ماذا ستفعل؟ فقال الرجل الذي في البستان أنا لست صاحب البستان، فإذا أردت أن تذهب إلى صاحب البستان فهو موجود في قرية مسيرة يوم بليلة. فذهب هذا الصحابي الجليل ماشيا على قدميه يوم بليلة، فوصل إلى صاحب البستان. شوف، لما الواحد يبعد عن الحرام حتى لو كان قليل فإن الله عز وجل يكافئه في الدنيا والآخرة. ذهب هذا الصحابي الجليل حتى وصل إلى صاحب البستان، فقال له سامحني في نصف التفاح الذي أكلته. فقال صاحب البستان سأسامحك ولكن بشرط. هذا الصحابي الجليل وافق على هذا الشرط. لماذا؟ لأنه فكر في عقاب الدنيا والآخرة. وما هو هذا الشرط؟ قال له شرط أن تتزوج ابنتي وهي صماء بكماء عمياء مقعد. شوف الصحابي لما ابتعد عن نصف التفاحة تزوج، ربنا أخلف عليه وتزوج ابنة صاحب البستان، أصبح صاحب البستان. وانظر إلى المفاجأة الأخرى، ليس فقط أصبح صاحب البستان، قال له بشرط سأسامحك ولكن بشرط أن تتزوج ابنتي وهي صماء بكماء عمياء مقعدة. وافق هذا الصحابي الجليل. ولكن انظر إلى المفاجأة الأخرى، الله عز وجل يكافئ الرجل الذي يبتعد عن الحرام، يكافئه والله في الدنيا أضعافا مضاعفة، بل إن الله عز وجل يبارك في أمواله ويبارك في أولاده. هذا الصحابي الجليل تزوج هذه المرأة، فلما دخل عليها ألقى عليها السلام، فلما دخل عليها فألقى فإذا هي تبكي عليه السلام. فتعجب هذا الصحابي الجليل يقول إن أباك يقول إنك صماء بكماء عمياء مقعدة. فقالت إني صماء عن كل ما لا يرضي الله، بكماء لا يتحدث لساني إلا بذكر الله، عمياء لا أنظر إلى الحرام، مقعدة لا تحملني رجلي إلا بنصر. شوف إن الله عز وجل كافأه بالمال والزلة الصالحة. فلا بد أن تعلم يقينا أنك لو ابتعدت عن الحرام حتى لو كان قليل فإن الله عز وجل والله سيكافئك في الدنيا أضعافا مضاعفة وسيكافئك في الآخرة.
وهذا الخليفة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني الفاروق الذي فرق الله به عز وجل بين الحق والباطل. ذات يوم أرسل رسالة إلى ملك الروم هرقل مع رسوله جسامة ابن مصاحب، وكان عمر متزوج أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب، فأرادت أم كلثوم أن تبعث رسالة إلى زوجة هرقل مرتين، فأرسلت إلى أخيها الحسين بن علي بن أبي طالب فأعطته رسالة وزجاجة من العطر، فأخذ الحسين بن علي رسالة أم كلثوم وزجاجة العطر وأعطاها لأسامة بن مصاحب لكي يذهب بها إلى ملك الروم. فذهب أسامة بن مصاحب إلى القسطنطينية، والقسطنطينية الآن تعرف باسطنبول وتقع في تركيا. فذهب أسامة بن مصاحب إلى القسطنطينية حيث ملك الروم هرقل، وأعطاه رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأعطى زوجة الملك هرقل مرضية رسالة أم كلثوم، فأخذ يقرأ لها الرسالة. مكتوب في هذه الرسالة: السلام عليك من امرأة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى زوج ملك الروم هرقل، فهل أدلك على خير الدنيا والآخرة؟ تستمع، تدعوها الإسلام، فإن أسلمت فقد أسلم زوجه وأسلمت رعيته ولك أجور آلاف المهتدين. فتعجبت مرتينة زوجة هرقل من هذه الرسالة، فقالت: أما زجاجة العلم فإني أقبلها، أما عن الإسلام فإني متمسكة بديني. فأعطت مرتينة لأسامة بن مصاحب عقدا من لؤلؤ هدية إلى أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب ابنة علي بن أبي طالب. وذهب أسامة بن مصاحب إلى عمر بن الخطاب وأعطى الحسين بن علي بن أبي طالب العقد لكي يعطيه لابنه أم كلثوم. ففرحت به أم كلثوم. فلما ذهب عمر بن الخطاب إلى زوجته أم كلثوم فوجد هذا الأمر، فقصت عليه قصته، فقال: هذا العقد ليس من حقك، لابد أن نرجع إلى بيت مال المسلمين. فغضب غضبا شديدا. ماذا يفعل؟ إنه الفاروق عمر ابن الخطاب، ماذا يفعل؟ فطلب من المؤذن أن يؤذن في الناس الصلاة جامعة. فاجتمع الناس أمام عمر بن الخطاب، وصعد عمر بن الخطاب على المنبر. لماذا ذهب عمر بن الخطاب؟ لكي يجتمع بالمسلمين. إنه الفاروق عمر بن الخطاب الذي فرق الله به عز وجل بين الحق والباطل. اجتمع الخليفة عمر بن الخطاب بالناس وصعد على المنبر وذكر قصة هذا العقد، فقال: هذا العقد ليس من حق أم كلثوم، إنه من حق بيت مال المسلمين. فصاح المسلمون جميعا قالوا: قد رضينا بهذا العقد لأم كلثوم، فاتركه لها يا أمير المؤمنين. الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اجتمع بالمسلمين لكي يشاورهم في أمر هذا العقد.
فلما رجع عمر بن الخطاب إلى البيت وقص على أم كلثوم ما قاله المسلمون، قال هذا العقد أشار عليه المسلمون بأنه لك. وفي هذا الوقت علم علي بن أبي طالب والد أم كلثوم بهذه القصة، فذهب إلى عمر بن الخطاب إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله. يا الله، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في كلامنا. ويقول عمر بن الخطاب من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه قل ورعه، ومن قل ورعه قل حياؤه، ومن قل حياؤه مات قلبه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا ذات يوم، وكانت هذه السنة سنة شدة من قلة الطعام، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش بالطعام وزودهم بالطعام. وكان في آخر هذا الجيش رجل يسمى حضيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسى حضيرة. لابد أن تعلم أن الله عز وجل لا ينسى أحدا. ماذا يفعل هذا الصحابي الجليل حضيرة وهو جالس في آخر الركب؟ فكان يقول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يقول نعم الزاد، نعم يا رب. فصنع الله عز وجل كلام هذا الصحابي الجليل من فوق 7 سماوات، فأرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك زودت الجيش كله ونسيت حضيرة، إنه في آخر الركب. وحضيرة يقول سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الزاد، نعم يا رب. قال جبريل للنبي إن كلماته يوم القيامة نور ساطع بين السماء والأرض. يا الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بذات حضيرة وقال له احفظ كلامك. فبلغ هذا الرجل حضيرا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فترك هذا الرجل حضيرا وهو لا يزال يردد قوله لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. فذهب حضيرا الى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ما قاله الرجل. فقال حضيرا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ان الله عز وجل لم ينساني فاجعل حضيرا لا ينساه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت الى السماء لوجدت كلماتك نورا ساطعا بين السماء والارض، فان الله عز وجل لا ينسى احدا. وهذا يذكرني بمثل شائع بين عنه، فلا يجب أن نقول مثل هذه الأمثال. عندما يموت رجل تجد بعض الناس يقولون ربنا افتكره، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. فأنت بقولك هذا الكلام أضفت صفة النسيان لله عز وجل، وإن الله عز وجل في كتابه يقول وما كان ربك نسيا. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أو كما قال الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأخيرا، ما هي الأسباب التي تجعلنا نخشع في صلاتنا؟ منها ذكر الموت في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اذكر الموت في الصلاة، فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته فحري أن يحسن في صلاته. وهذا الصحابي الجليل جلال بن العكي رحمه الله كان يصلي، وكان فوقه غرفة، وكان قبل أن يصلي يأتي على جانب من الغرفة وينادي: يا فلان يا فلان، ثم يصلي. ثم ينادي بالشق الآخر من الغرفة: يا فلان يا فلان، ثم يصلي. ثم يفعل ذلك في أركان الغرفة الأربعة، ثم يقول: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم نكسع؟ ومن هذه الأسباب التي تجعلنا أن نخشع في صلاتنا قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن في صلاتك فعليك أن تقف على رؤوس الآيات، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، حتى نتدبر في المعاني القرآنية وحتى نخشع لله عز وجل. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال: مجدني عبدي. وإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ومن هذه الأسباب التي تجعلنا أن نخشع في الصلاة أن نتدبر صلاة السلف الصالح، كيف كان السلف الصالح يصلي. فهذا عروة بن الزبير كان إذا صلى كان عودا من الخشوع، لا يتحرك يمينا ويسارا. وهذا علي بن أبي طالب إذا دخل في الصلاة فإذا به احمر وجهه وتزلزل، فلما سئل عن ذلك قال: جاء وقت عرضت على السماء وعرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وهذا ابن الوقاص كان يقول: ثلاثة أنا فيهن قوي وثلاثة أنا فيهن ضعيف. ثلاثة أنا فيهن قوي، قال: ما صليت لله عز وجل صلاة منذ أن أسلمت فحدثت بها نفسي حتى فرغت من صلاة، وما مشيت فيه وما شيعت جنازة فحدثت بها نفسي حتى فرغ من الميت في دفنه. هؤلاء الذين يمشون في الجنازة ويتحدثون في الدنيا. أنت ماشي في الجنازة لكي تتعظ، لماذا تتحدث في أعراض الناس وأنت تمشي في الجنازة؟ والله يتحدثون في أعراض الناس وهم ماشيين في الجنازة. أما الثالثة: وما
النبي صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق. ومن هذه الأسباب التي تجعلنا أن نخشع في صلاتنا تحريك السبابة. تحريك السبابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد. ومن هذه الأسباب التي تجعلنا أن نخشع في صلاتنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان عدونا، فالشيطان يوسوس العبد في صلاته لكي يفسد عليه صلاته، لكي يفسد عليه خشوعه. فماذا نفعل؟ إن الله عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وجاء صحابي جليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الشيطان يحول بيني وبين قراءته في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل عن يسارك ثلاثة. فقال هذا الصحابي الجليل: ففعلت ذلك فذهب الشيطان عني. ومن هذه الأسباب علينا أن نتفكر في مزايا الخشوع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام ليصلي وضعت جنوبه فوق رأسه وعاتقيه، فإذا سجد تساقطت عنه ذنوبه. وحتى لا أطيل على حضرتكم فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا الذنوب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين. اللهم احفظ جيشنا يا رب العالمين. اللهم امن مصرنا يا رب العالمين. اللهم بارك في اولادنا يا رب العالمين. اللهم استر بناتنا يا رب العالمين، واستر نساءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب يا رب العالمين، واستر من العيوب يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه